سلام، مساء الخير عليكم، صحة فطوركم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم الفيديو الاول في حلويات العيد. على بالي طولت عليكم، كاين بزاف اللي بداو، انا هذا وين بديت لكم بهذه الوصفة اللي بزاف سهلة وبنينة، والاهم انه ما فيهاش مكونات بزاف، لازم تجربوها في هذا العيد. هذا هو المول اللي استعملته، مول بزاف قديم متواجد يعني عند الاغلبيه. اول حاجه نبداو بها، وريت لكم المول اللي استعملته اللي يجي فيه 11 حبه. اول حاجه نبداو بها، انا قسمت الكيله على النص، بصح راح نحكي لكم بالكيلات. كيله تاع جوز مرحي، كيله تاع بسكوي شبيه الاوريو ماكسون هذاك الاسود مرحي، وكيله تاع الفيتين، وشوكولاته غطيني تاع المرجان اللي خرجت جديده بتاع 600 غرام اللي فيها حبيبات البندق. شريت اللون تاع فاتح واللون تاع داكن. خلطت المكونات تاعي اللي هي الفيتين وبسكوي هذاك تاع ماكسون الاسود هذاك مرحي والجوز، ولميتهم شوكولاته غطيني هذيك اللي فيها حبيبات البندق. انا كنت راح نزيد البندق مرحي، بما انه لقيت بلي هذه شوكولاته غطيني فيها بزاف تاع الحبيبات تاع البندق، هيا ما زدتش ولميتها بهذه. تقدروا تلموا نتوما بشوكولاته غطيني عادي تجي بزاف بنينه، بصح اللي نصحكم به انه تحطوا فيها الجوز الا شتا كميه قليله تجي بزاف بنينه. هذا هو المول اللي راح نستعملوه. المول بزاف قديم، شريته في بداياتي كيما بديت نخدم الكاطو للناس، يعني المول بزاف قديم. ما باش اسكو مازال متوفر في الاسواق ولا ما مازالش. هنا الحشو راح نديرو هذه كريمه البندق بحبيبات البندق بزاف بنينه. نحطو كميه تاع الخليط اللي درنا في المول ونطلع الجوانب، يعني نديرو حفره في الوسط هكذا كما راكم تشوفوا. بعدها نحطو كميه تاع هذيك كريمه البندق في الوسط. هيدا تقدروا تستعملوا كرانشي تاني، تقدروا تستعملوا شوكولاته غطيني، تقدروا تستعملوا اي حاجه تكون بنينه وتكون سائله باش تجي الكاطو تاعنا يجي سائل من داخل. بعدها نغطيوه بهذاك الخليط بالذات هكذا، نغطيوها ونحطوه في كونجيلاتور يجمد مليح باش يجينا سهل للخدمه وما يعذبناش كامل ويجي متحوف. هيدا حطيته في كونجيلاتور. جيت ندير الصابلي عادي 125 غرام صفار بيضاء و سكر طب ولافاني. هيدا درتو بالطبع اللي قد المول هذاك. بعدها رجعنا نديرو غاناش الشوكولا، بديل الغاناش الشوكولا. حطينا 80 غرام تاع الزبده مع 100 غرام تاع الشوكولا، درتها انا بدوك البندق، 150 غرام تاع شوكولا تغطيني. ندوب الزبده والشوكولا مع بعض حتى يذوبوا مليح، ونزيد عليهم شوكولا تغطيني هذيك 150 غرام، ونخلط مليح ونخليهم يباتوا ليله كامله خارج الفريجيدير بما انه بارد الحال. الا كان سخانه حطوه في الفريجيدير ليله كامله ولا غير 2 سوايع سيدي. هكذا الصباح كان هكذا القوام تاعو. بعدها طيبت الصبليات تاعي هكذا جاو، وكان جمد شويه الكاطو تاعنا. كنت جبته انا الصباح من الكونجيلاتور، كان طلق شويه هكذا. نديمو ليه هكذا ونلصقو فوق الحبه تاع الصابلي. انا لصقتو بشويه تاع هذاك بديل الغاناش هكذا ونحطو على جهه. بعدها ذوبت شوكولا بدوك البندق تاع الوجدان، حطيت لها شويه تاع الجوز مرحي هكذا ونطلي الحبات تاعي هكذا، نخليها تجمد ونحط الغاناش تاعنا في بوش. تقدروا تستعملوا لاضوي اللي تحبوها، انا استعملت هذه هكذا ونزين بالطريقه هذه. هذه الوصفه بزاف بنينه كما شفتوا سهله. ونحطوا هذه عيد مبارك، تلقاوها عن طانو امبالاج هكذا. يعني الوصفه هذه قد ما نشكر فيها وقليل، وصفه بزاف بنينه وسهله، يعني ما كاش اسهل منها وتصلح للعيد. هذيك الكميه اللي درت انا نص كيلو دارت لي 9 حبات. نتمنى انكم تجربوها، والى اللقاء وصحه صحاركم.